السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب عقبال كل البنات ويفرح قلبكم ببناتكم وبحبايبكم وتفرحوا فرحتي، اللهم آمين. النهاردة الفيديو بتاعنا هو الحنة بتاعت ولاء. أنا بصراحة ربنا لا كنت مصورة ولا أصلا كنت فاضية أصور، ولا كان عندي وقت أصلا إن أنا أصور، ولا الحنة دي أصلا كانت هتتعمل. احنا بعد ما عملنا كتب الكتاب في الشارع، كنا قلنا خلاص ان زمايلها هيجوا ويقعدوا معاها شوية فوق، وهي كانت جايبة فستان كده كانت هتقعد بيه، وبالفعل كانت عاملة شعرها وقاعدة مع اصحابها. وكنا معلقين مجرد نور بس كده على البيت، وانا ما كنتش عارفة اذا كنت هعمل حنة ولا لأ. المهم جيت الصبح كده وانا واقفة بعمل شوية حاجات في المطبخ. طب انا جايبه لها حنه وكمان كنت معداها، بس كانت حصلت ظروف ما كناش هنعمل بصراحه، ولا كناش هننزل اصلا تحت الشارع. وبعدين فجأة كده أنا كنت حلمانة بالليل إن أنا بعمل تورتاية، فجاتني الفكرة إن أنا أقوم وأعجن الحنة، ويدوبك كلها ما خمرتهاش غير 3 ساعات بس. وابتديت إن أنا أجيب الصواني وأحطها فوق بعضيها، وابتدي إن أنا أجيب الأقماع بتاعة الكريم شانتيه بتاعة التورت، وابتدي إن أنا أعمل لها في التورتاية زي ما حلمت بيها بالظبط، بس أنا حققتها أو نفذتها على هيئة حنة وحطيتها لها على الترابيزه، وكانت جميله والله. عايزه اقول لكم كلها على بعضيها انا وسلمى ما خدتش في ايدينا بالظبط نص ساعه. انا كنت بعمل بالقمع بتاع الكريم شانتيه، وسلمى كانت بتحط الورد اللي هو الالوان دوت. وخلصناها وقعدوا صحابها وحبايبها كانوا موجودين كلهم، وفجأة لقيت الجيران والحبايب والصحاب والناس كل اللي كانوا في التنجيد لقيتهم طلعوا عندي لما سمعوا السماعة. وطبعا أنا معلقة نور على البلكونة ومعلقة نور في الشارع علشان اليوم ده كان هيبقى قبل الفرح. يعني النهاردة الحنة كنا هنريح بكرة عشان نجيب الفساتين والحاجة بتاعتها، وبعديها بعد بكرة هيبقى الفرح. فكنا معلقين نور علشان خاطر كنا هنجيبها عندنا عند البيت كده نزفها شوية وبعد كده نروحها على البيت بتاعها. فلقيت لك الناس الشقة اتملت عليا، ما بقتش عارفة حبايبي دولت جايين لي منين وازاي، والدنيا بقت موت موت. شلنا الفرش من الارض وشلنا الحاجة من الارض والناس قعدت، وبرضه الدنيا عمالة تزحم والدنيا حر وانفاس بقى ضيقة جدا جدا ومش قادرين نتنفس. وناس كانت جايين لي من بره، اخوالي يعني وزوجاتهم وولادهم وكده، وكان لازم يكون في مكان طبعا لضيافتهم. فاضطرينا ان احنا ننزل الشارع، ما كانش في دماغنا ولا في نيتنا خالص نزول الشارع. والحمد لله ربنا كرمنا وقعدنا لنا ساعتين 3 كده وطلعنا. هتقولوا لي زي ما قلت لي في التعليقات انتوا بترقصوا في الشارع. اولا العروسه بترقص، اللي بيرقص معاها ده جوزها، زوجها العريس كان جاي وموجود عندنا، وكلنا فرحانين، وكل اللي موجود دوت كلنا اهالي ببعضينا وجيران، مفيش حد فينا رجاله خالص من الشارع، كلهم سيدات واخوالي واخوالها وخالاتي وخالاتها وجدتها وجيراننا وحبايبنا واصحابها، وكلنا كنا ملمومين حوالين منها. وكان عريسها جايب لها اللي هو الشمروخ دوت، وكانت بترقص وكانوا فرحانين، والليلة عدت على خير. ما كنتش هنزل موضوع الحنة دوت، ولا زي ما انا قلت لكم لا صورت ولا كان عندي فيديوهات. انا الفيديوهات دي جاتني عن طريق صحاب بنتي، كل اللي كان عندها فيديو بعتتهولي وانا عملته فيديو مجمع كده، وقلت اما انزله لكم واتكلم عليه شوية. ليه يا جماعة بتكسروا بنفس الواحد وبتكسروا بخاطر البنات؟ كل اللي شاف الفيديوهات الشورتس بتاعتي، هي العروسة عاملة فيلر في وشها؟ هو انتوا عندكم بتنفخوا في مصر وشكوا؟ احنا لا بنتي عامله فيلر ولا بنتي عامله حاجه. كل اللي اقدر اقوله لكم، مش لازم اقول لكم ان بنتي تعبانه وبتاخد كورتيزون. هو انا لازم اقول لكم كده؟ هو في ايه يا جماعه؟ بدل ما تقولوا الله اكبر، بدل ما تقولوا ربنا يديها العافيه ويديها الصحه، تقولوا ده وشها منفخ وحاطه فيلر. احنا لا عاملين فيلر ولا عاملين زفت ولا عاملين قطران. الحمد لله. يا ربنا يا رب يكفينا شر اللي احنا فيه ويكفيكم انتوا كمان، وربنا ما يكتبش عليكم لا انتوا ولا بناتكم اللي مكتوب عليا انا وبناتي.
مش هقدر اقول اكتر من كده، وما عنديش كلام تاني اقوله اكتر من كده. الكلمة الطيبة صدقة. يعني انت لما تقولي كلمة طيبة العيلة زي ديت تقولي لها، مع اني عايزة اقول لكم في ناس كتيرة جدا 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 على الكلام الحلو اللي هي بتقوله، دول حبايبي بقى. اما الناس المنافسين اللي واحدة محشورة في كلمة في زورها وعايزة تقولها وتطلعها وتقول لها على فكرة يا حبيبة قلبي انت قلتي الكلمة وانا خدت حسنات على قفاكي، وخدت حسنات ولو انا عندي سيئات فانا حدفتها عليكي. تخيلي بقى من الكلام الوحش اللي انتوا بتقولوه على البنات وبتقولوه عليا وتقولوه بتطلع بتنزل في القناة وبتترقصوا في الشارع، حاجة ما تخصكوش. اللي بيرقص ده العريس وبيرقص مع عروسته واخوالها اللي واقفين واخوها وابوها واخوالي انا اللي هم يعتبروا جدادها، تمام، اللي هم اخوات امي، محدش غريب، محدش غيرنا، كلنا سيدات قاعدين. وده انا قلت لكم بسبب زحمة الشقة وبسبب ان الدنيا فوق ازدحمت جامد جدا جدا، فاضطرينا ان احنا ناخد كل الكراسي وناخد السماعة وننزل بيها تحت. لا هو عيب ولا حرام. اما بقى اللي بيتقال في الفيديوهات فانا ماليش دعوه باللي بيتقال في الفيديوهات. اللي بيتقال في الفيديوهات دوت زي ما انا قلت لكم كده، كلام انت بتاخدي عليه سيئة، وانا خدت منك حسنات كتير الحمد لله. لما انا بنزل ودي من فرحتي يا جماعة. ولاء بنتي ديت عايزة اقول لكم اني تعبت في حياتها كتير جدا 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 جدا، وشقيت كتير قوي 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 قوي. زي برضو الفيديو بتاع العفش ما انتوا بتقولوا لي كل دوت انتوا جايبين وبتقولوا مفيش وما عندناش وي 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 وي. الحمد لله عندنا وربنا زايد وفايد كمان، وكلها نعمة من عند ربنا. عايزة اقول لكم ان بنتي بقالها سنين سنين بتشتغل، وكانت مخطوبة قبل كده، تمام، وكانت بتشتغل وكانت بتجهز نفسها. بالنسبة للأجهزة اللي انتوا شايفينها دي، أي عروسة بتجيب غسالة وبوتاجاز وتلاجة، وانتوا ما تعرفوش الحاجة دي بتتجاب ازاي ومتجابة ازاي. فياريت كل واحد ربنا يهديه على نفسه ويخليه في نفسه عنده كلمة يقول مبروك، ربنا يسعد العروسين على راسي من فوق واقول له اهلا وسهلا، شرفت ونورت. مش حابب تقول مبروك للعروسين، ياريت ما تخشش تكتب تعليق سلبي وتزعج بيه الناس وتزعل بيه الناس، عشان الناس مستكفية وانا عندي فايض وزايد. الناس يمكن بتضحك في وش الناس، لكن انتوا ما تعرفوش قلوبنا فيها ايه، ولا عندنا ايه، ولا مخبيين ايه، ولا شايلين ايه، ولا قادرين نقف على رجلينا ولا لا. فكل الناس اللي قلبها تعبان يا ريت تتقي الله في الناس اللي قدام منك. انت ما تعرفيش، ممكن تكون عروسة زي دي بترقص واقفة وفرحانة ومبسوطة، وممكن ما تبقاش من جواها قادرة، تعبانة فيها حاجة. انت تعرفي، ما تاخديش بالمنظر. اسفه ان انا بتكلم معاكم في الفيديو ده. انا كنت هعمل فيديو كده واطلع لكم واتكلم معاكم، بس بصراحه مش قادره لان انا مستكفيه وتعبانه جدا جدا من الظروف اللي عندي. فقلت اجيب فيديو الحنه منكم تتفرجوا عليه وتشوفوا الناس اللي بره مصر حبايبنا واصدقائنا يعرفوا احنا بنعمل ايه في الحنة بتاعتنا دي. مجرد طقوس عادية كده صغيرة احنا بنعملها علشان خاطر نفرح العروسة، وكان نفسي ان انا اعمل لها اكتر من كده، بس الحمد لله رضا من عند الله و... يعني الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، الكتير زي القليل. اهم حاجة ان انت تحمدي ربنا، ومش شرط ان الفرحة تعملي 7 ليالي وتعلقي وتجيبي وتعزمي. لا 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 لا، انا كل اللي انا كنت عاملاه، كنت عامله كسكسي وكنت عامله عصير وكنت بقدمه لضيوفي، وكانوا فرحانين بيه جدا جدا جدا، وكانت الناس كلها اللي انتوا شايفينها دي كلت وكانوا مبسوطين 24 قيراط. وفرحنا العروسة ونزلنا وشمينا هوا في الشارع وما اتكتمناش في الشقة، رغم ان احنا كنا متفقين وابوها كان متفق مفيش نزول في الشارع. بس الحمد لله، عقبال بناتكم يا رب، وعقبال عندكم.